بونجور بونسوار حسب التوقيت المحلي لبلدكم. يسعد لي كل اوقاتكم اصدقائي ومتابعيني ومحبيني في كل مكان. اربطوا الاحزمه سنهبط في مخبز ابو المجد الدولي. انطلب مني عجينه المناقيش بالبيت، وهيدي لها ريسبي خاصه ما خاصه ابدا بالريسبي تبع الافران. بنحط 1 كيلو طحين موزونه جاهز او بنوزنه. بنحط 75 جرام سكر او 3 معالق، 50 جرام حليب بودره او معلقتين، رشه ملح او 10 جرام، 30 جرام خميره او معلقه ونص قالب زبده، يعني 100 جرام من الزبده. وبنحط 500 ملي من الماء او نص كيلو. ال 500 ملي هن زيتهم نص كيلو، لانه وحده القياس هي زيتها بالنسبه للمي. بنحطهم على العجانه، بندور العجانه وبنقول لها انطلقي. بنتركهم لحتى يتجانسوا مزبوط وينعموا مزبوط، والعجين مثل ما انكم شايفين المكنه على السرعه المتوسطه. بس تصير بهيدا القوام بتحسوا العجين انشف من العجين بنشتغل في معجنات باقي الانواع. عجين المناقيش بيجي قريب لخبز العربي، بيجي ناشف شوي. بنريحه 10 دقايق على الرخامه وهو مغطى بالنايلون، وهيدا شكله بس يرتاح. شفتوا كيف الخميره اشتغلت؟ بنقطع حسب المقاس المطلوب. انا قطعتها 80 سم، فيكم تقطعوها على قد صينيه البيت وتعملوها نفس اسلوب البيتزا تمام، ما في اي اشكله. منلفها ومنكوبجها الشكل اللي بدنا اياه، منغطيها ومنريحها لمدة ربع ساعة كاملة عشان الخميرة تشتغل. بس اشتغلت الخميرة مثل ما انكم شايفين، تحتهم طحين فوقهم طحين، كبسه غير شكل. بنمعصهم معص، بنكبسهم كبس على الطحين عشان ما يلزقوا ببعضهم، وهون بيكونوا صاروا جاهزين لحتى نرقهم. اللي بده يرق بيقدر يرق على الشوبك، اكيد الموضوع كتير سهل وبسيط. كيلو الطحين عمل معي 15 حبه من هودي الحبوب اللي هي وزن تقريبا 80 جرام. مثل ما انكم شايفين حطيت الحبه وتحتها طحين وفوقها طحين، وشلت طحين زياده على جنب، وجبت الشوبك اللولب الملولب الكبير المكبر وبلشت معش يا كبير. هلا في ناس كتير هتقول انه شو هالريسبي اللي فيها نسبة سكر عالية وفيها حليب بودرة وفيها زبدة، شو عم نعمل بيتي فور؟ لا يا حبيبي، مش عم نعمل بيتي فور، بس هيدي الريسبي خاصة بفرن البيت. يعني في ناس امكانياتها المادية ما عادش تسمح لها انه تروح تدفع نص مليون ليرة عشان يجيبوا 7 8 مناقيش. فهودي فيك تعملهم بالبيت. القصة كلها بتكلفك كيلو طحين والحشوة اللي انت بدك اياها. فيك تحشي جبنة لحمة زعتر اللي بدك اياه، بس بلاها اللحمة لانه مصروف غالي. مثل ما انكم شايفين انا حطيت زبدة وحطيت سكر وحطيت حليب بودرة. ليه؟ عشان تاخد لون بقلب الفرن، لانه درجة حرارة فرن البيت قد ما قويت وعظمت وكبرت ما رح توصل لدرجة حرارة فرن المناقيش. واذا قعدت بقلب فرن البيت لحتى تستوي 20 دقيقة حتطلع مثل عظام الكلاب، ونحن بدنا ناكل مناقيش، بدناش ناكل كاوتشوك. فلأجل هيدا السبب بنحط زبدة وحليب وسكر. فالفرانين واللي بيشتغلوا بالمناقيش ما يقولوا هيدا قاعد يخبص. بليز يا شباب، انا عم بعطي ريسبي للبيت يا حلوين، ماشي؟ انتو سيد المعلمين، ولكن ابو المجد عم يعطيكم ريسبي للبيت، للبيوت، لستات البيوت. مثل ما انكم شايفين رشيت على وجهها شوية طحين وقلبتها علشان يصير الطرف الرطب لفوق والطرف الناشف لتحت وما تلزق بالصينية. انا هون عم بعمل شيء اسمه محمرة. المحمرة هي عبارة عن رب الحر، شوية حبة البركة على شوية سمسم وبصلة مفرومة وزيت زيتون وفوت يا كبير. بتحشوا الحشوة اللي بدكم اياها مثل ما قلت لكم، جبنة، زعتر، سبانخ، اللي بدك اياه فيك تعملها. مناقيش بكشك بندورة. هيدي هون انا كمان عم بعمل البندورة، طلعت غير شكل والله، مع انه هي اوفر شيء بس اطيب الشيء. انا بحب اكتر شيء هيدا من قشة البندورة والبصل. على جميع الأحوال أصدقائي، هيدي طريقة المناقيش. منمد عليها الحشوة اللي بدنا إياها ومنريحها لمدة 10 دقايق عشان بس تفوت على الفرن تفرز. وما بدنا ننسى ننقشهم بصابعنا مثل ما شفتوا بأول الفيديو لما كنت عم حط الحرحورة. فلازم تتنقش بالصابع عشان تعمل فطابيل وما تطلع منفوخة مثل رغيف الفرن، مثل رغيف الخبز بس يفوت على الفرن. هيدي اياها ريحتها هون 10 دقايق. حميت الفرن على اقصى درجة حرارة علشان ما يعظموا. دخلوا على الفرن لمدة 8 دقايق، طلعوا مستويين مثل ما انكم شايفين، وطرايا مثل الخسة وماخدين لون. ليه؟ لانه حطينا الزبدة والحليب. اذا عجبتكم الطريقة وناويين تجربوها ما تنسونا من الاكس بلور، لانه هيدي الفيديوهات تبعوا الاكل عم بتعب علي على الفاضي ومش عم تطلع ترندات. بدي ارجع لكم للهنود شكلي. كل الاحترام والتقدير لكم. كان معكم ماجد الزهير. كومنت غير شكل. السلام عليكم.